انت كمان عايزة تردي عليا وبتتناقشي معايا؟ مش كفاية قعدتك في البيت وكل عريس يجيلك ترفضيه؟ انت اصلا فرد زيادة عندنا في البيت، ادفعي بلقمتك. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. ما تنسوش لو قصة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تتضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصتنا. خلوني اعرفكم بنفسي الاول. انا اميرة، عندي 30 سنة، شغالة سيلز في شركة من 5 سنين. أنا الأخت الكبيرة وعندي 4 غيري. عايشة في منطقة شعبية، مفيش في حياتي غير الشغل والبيت بس. زي ما بيقولوا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ولا أكتر ولا أقل. وعندي مشكلة صغيرة في حياتي، لأ مش صغيرة، هي مشكلة كبيرة وكبيرة قوي كمان. كل سنة وانتي طيبة يا ميرو، سنة سعيدة عليكي يا رب. أهي سنة زي باقي السنين، يعني عادي. يا باي على الكآبة. مالك يا بنتي على الصبح كده؟ آه، ماليش. بس مفيش حاجة جديدة، كله شبه بعضه. السنة اللي فاتت زي اللي قبلها زي اللي جاية، كله محصل بعضه. بالعكس يا أميرة، أنا شايفة إن بداية كل سنة جديدة هي بداية حاجة جديدة في الحياة، وربنا بيعوض كل اللي استنيناه في حياتنا. ممكن. خلاص بقى، علشان مش عايزة أنكد عليكي بجد، سيبيني دلوقتي. لأ، ده إحنا نخلص الشغل ولينا قعدة مع بعض بعد الشغل بقى. إيه بقى يا أميرة؟ في إيه؟ مالك؟ مفيش صدقيني حاجة، بس الواحد تحس بيه على الحافة، يعني خلاص. حافة؟ حافة إيه بس؟ هو انتي لسه الدنيا عندك زي ما هي؟ لا يا نور، الدنيا ما بقتش زي ما هي. الدنيا بقيت أسوأ، أسوأ في الحقيقة. طب يا بنتي، ما تيجي نقعد في أي حتة وتحكيلي، يمكن أقدر أشيل معاكي، بدل ما احنا واقفين بنتكلم كده في الشارع. مش قادرة بجد يا نور أتكلم، وبعدين احنا مش هينفع نقعد في كافيه أو في أي حتة. انت عارفة أنا لو اتأخرت ايه اللي ممكن يحصل لي. يلا أنا هلحق أمشي بقى علشان ما أتأخرش. أشوفك بكرة. ماشي يا حبيبتي، زي ما تحبي، بس خلي بالك من نفسك. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انت شرفت يا هانم، ما لسه بدري. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ انا خلصت شغلي وجيت على طول. طيب يا اختي، قبضتي؟ اه يا بابا، بس انا كنت عايزة اشتري لبس. لبس؟ لبس ايه؟ ما انت عندك لبس كتير. يا بابا، ما اغلب اللبس اللي عندي داب، واللي داق عليا شكلي بقى وحش قدام زمايلي، انا تقريبا بروح كل يوم بنفس الطقم. يا سلام يا اختي، هما كام مليم اللي بتقبضيهم وعايزة تاخدي منهم كمان؟ مش كفاية مصاريف اخواتك عليا؟ يا بابا، ده هو بس الشهر ده. ايه، انت كمان عايزة تردي عليا وبتتناقشي معايا؟ مش كفاية قعدتك في البيت وكل عريس يجيلك ترفضيه؟ انت اصلا فرد زيادة عندنا في البيت، ادفعي بلقمتك. اتفضل يا بابا، الفلوس اهيت. سيبيهم يا اختي على الترابيزة. ماما، انا داخله انام. مش هتاكلي يا حبيبتي؟ لا خلاص، انا اكلت. حرام عليك، البت هي اللي بتصرف علينا، من حقها تجيب لها كام طقم، وانت كده كسرت نفسها، حرام عليك. اهو ده هو ده اللي عندي. اذا كان عاجبك انت وهي يعني هتطلع لمين؟ ما هي طلعالك. وهي دي مشكلتي، اني عايشة مع اب شايفني فرد زيادة في العيلة، واني بشتغل بس علشان اجيب فلوس. غير كده ماليش نفس اني اقرر حاجة او اعمل اي حاجة، كله زي بعضه. امبارح زي بكرة، والنهاردة زي امبارح، واهي ايام وبعيشها، وكل يوم خناقة، يا اما معايا او مع حد من اخواتي او مع امي اللي عانت معاه كتير جدا. محدش يقولي ما تتجوزي، لان ما اظنش ان لو اتجوزت هلاقي شخص كويس هيكون زي ابويا، وهكون بكرر تجربة امي لمرة تانية. فاني استحمل العيشة دي افضل بكتير من اني اعيش مع واحد زي ابويا. وتاني يوم في الشغل بقولك انا عرفت حل مشكلتك. بجد يا نور؟ حل ايه؟ انك تتجوزي. قديمة، ما انت عارفة رأيي في الجواز، وانا مش هاخد الجواز انه يكون هروب من ابويا. وكمان انا مقررة اني مش عايزة اتجوز. طب اسمعي الاول بس.
سامعاكي، قولي. دلوقتي انت تعبتي من الحياة مع باباكي بسبب طبعه، وفي نفس الوقت انا عارفة انك بقيتي ما بتحبيش الرجالة من اللي شفتيه. اهو قلتيها بنفسك، يبقى اتجوز ازاي بقى؟ يا بنتي اسمعيني الاول بس. في واحد قريبي كويس جدا ومحترم وبيدور على العروسة. ايه رأيك لو قعدت معاه وشفتيه؟ مش يمكن يغير نظرتك عن الحياة والجواز؟ او يمكن يأكدها لي. لا صدقيني يا أميرة، ده محترم جدا، وانتي جربي مش هتخسري حاجة. اقعدي معاه وشوفي. لا برضو. طب بصي، فكري النهاردة براحتك وردي عليا بكرة، بس فكري بعقلك يا أميرة. كده كده أي بنت مصيرها لجوزها وعيالها وبيتها، مش هتفضلي عايشة مع أهلك يعني. طيب خلاص حاضر يا نور، يلا امشي بقى بدل ما نترفد أنا وانت النهاردة. وباقي اليوم في الشغل مشي زي ما هو، وأنا أصلا نسيت كلام نور على العريس وروحت، وأنا مش عارفة ايه اللي ممكن يكون مستنيني في البيت. يمكن لو كنت أعرف ما كنتش روحت أصلا. ازيك يا ماما؟ ايه هو بابا مش هنا ولا ايه؟ لا، نزل يا حبيبتي. روحي اتغدي وروحي نامي قبل ما يجي. حاضر يا ماما، انا داخله اهو. ام الاميرة بنتك فين؟ نايمه جوه يا محسن، سيبها، جت تعبانه من الشغل ونامت. لا، صحهالي، انا عايزها في موضوع مهم. حاضر يا محسن. يا اميره، يا اميره قومي، ابوكي عايزك بره. يا ماما، ما صدقت انام. عايز ايه بس؟ مش عارفه يا بنتي، قومي شوفيه. مش ناقصين نسمع لنا كلمتين وصوتنا النهارده يعلى كمان. حاضر يا ماما، هقوم اهو. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ هو حضرتك عايزني في حاجة؟ اه يا اميرة، تعالي اقعدي هنا، عايزك في موضوع. اتفضل يا بابا. الواد سيد اللي فاتح ورشة على اول الشارع عايز يتجوزك، وانا موافق. يا لهوي، سيد! سيد؟ سيد مين يا بابا؟ اللي كل كام يوم خناقة في الشارع وطول الليل شرب؟ انا اديته كلمة وهيجي اخر الاسبوع، هتقعدي معاه وده اخر كلام عندي. بس يا بابا مش هينفع اللي انت بتعمله ده. انت اتجننتي؟ انت بتعلي صوتك عليا وبتعرفيني اعمل ايه وما اعملش ايه يا بت انتي. خلاص خلاص، هي هتقابله ان شاء الله، ان شاء الله هتقابله. ادخلي يا أميرة انت دلوقتي. قابليه واسكتي يا أميرة. سيد؟ سيد يا ماما اللي عامل مع الشارع كله مشاكل؟ طب ازاي؟ بصي يا بنتي، انا مش موافقة، لكن ابوكي منشف دماغه. قابليه يا بنتي، مش عايزين مشاكل. يا ماما انا لو قابلته هيقولوا اني موافقة عليه. قابليه بس يا أميرة وانا هبقى اتصرف. يعني هتعملي ايه بس يعني يا ماما؟ مش عارفة يا أميرة دلوقتي، بس وقتها ربنا يحلها. ماشي يا ماما، سيبيني انام علشان عندي شغل الصبح، وفي الوقت ده انا كنت بتمنى اني انام مصحاش ابدا، لكن ازاي؟ ما انا عارفة حظي ونصيبي، وصحيت ورحت الشغل تاني يوم وانا مش عارفة هعمل ايه واتصرف ازاي. صباح الخير يا ميرو. ازيك يا نور؟ ايه يا بنتي مالك مكشرة على الصبح كده ليه؟ معلش يا نور، اصل عندي شوية مشاكل في البيت بس. طيب يا ستي، فكرتي؟ فكرت في ايه؟ يا بنتي قريبي اللي قلتلك عليه امبارح. يو يا نور، انت كمان؟ انا كمان ايه؟ مش فاهمة يا أميرة. لا، مفيش يا نور. في الوقت ده افتكرت سيد اللي هقعد معاه غصب عني اخر الاسبوع. طب ليه ما اشوفش قريب نور؟ يمكن يكون كويس، وعلى الاقل هختار ان انا اقعد معاه. ماشي يا نور، موافقة. بجد؟ بجد يا أميرة؟ ايوه يا نور، بس هقابله النهاردة، وهنستأذن من الشغل بدري شوية علشان انت عارفة ان انا مش هينفع اتأخر النهاردة ازاي بس يا أميرة؟ لسه عايزين نروح نشتري طقم حلو وتعملي شعرك والحاجات دي. لا يا نور، اللي هيقبلني يقبلني زي ما انا، مش علشان لبسي ولا علشان شعري. طب خليها بكرة طيب حتى يا أميرة. لا، مش هينفع، هو النهاردة يا نور. غريبة بجد يا أميرة انت. ها يا نور، هينفع ولا لا؟ طيب هقوله وارد عليكي حاضر. وبعد شوية، أميرة، أنا كلمته وهو ما عندوش مانع نتقابل بعد ساعة في الكافيه اللي على أول الشارع. طب كويس، انت هتيجي معايا صح؟ اه، هعرفكم على بعض وبعدين اسيب. لا، خليكي معانا. مش هينفع طبعا يا أميرة،
ازاي يعني؟ يو يا نور، علشان خاطري. طب هنبقى نشوف، انا هروح استأذن لينا بقى علشان نمشي بدري. خلاص ماشي. وبعد ساعة كنت انا ونور في الكافيه. اهو مراد يا اميرة اللي جاي علينا ده. ماشي يا نور. ازيك يا نور؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا مراد؟ احب اعرفك، اميرة. مراد يا اميرة. ازيك يا أميرة؟ اخبارك ايه؟ من كتر كلام نور عليكي وانا عايزة اشوفك من زمان. دي كمان اكتر بكتير من الكلام اللي بحكيهولك عليه يا مراد. طيب انا هسيبكم مع بعض تتكلموا، وهقعد على الترابيزة اللي جنبكم ديت. ماشي يا نور، تعبينك معانا معلش. ولا تعب ولا حاجة. عيوني الجوز ومناخير اللوز. ازيك يا أميرة؟ عاملة ايه؟ بخير الحمد لله. انا هشيل من عليك الحرج وهحكي لك عني شوية. انا مراد، عندي 35 سنة، خريج كلية تجارة، كنت شغال محاسب وبدأت أسس مكتب محاسبة خاص بيا. انا عندي اخ واخت غيري، ما سبقليش قبل كده الارتباط، لكن من كتر ما نور كانت بتتكلم عنك وفي نفس الوقت امي بتدور لي على بنت الحلال اللي تكون شريكة حياتي، قلت لنور اني عايزة اقابلك وبس. احنا دلوقتي اهو قاعدين مع بعض. قوليلي، تحبي تعرفي عني ايه تاني؟ لا، انا مش عارفة، لكن لو انت عايز تسألني اسأل. هو فعلا انا عندي سؤال. ايه اللي غير رأيك؟ نور قالت لي انك صعب توافقي انك تقابليني امبارح، والنهارده وافقتي بسرعة، وكمان خليتي المقابلة في نفس اليوم. اقدر اعرف ايه السبب؟ طب هو ينفع احتفظ بالسبب لنفسي في الوقت الحالي؟ اكيد طبعا يا اميرة، بس احب اسمع عنك. تمام. انا اميرة، عندي 30 سنة، وابقى الاخت الكبيرة لاربع اخوات غيري، وشغالة مع نور في نفس الشركة من 5 سنين، وكمان ما سبقليش الارتباط قبل كده بس. بس ايه ده؟ كل ده انا عارفه من نور. طب انتي ما حاولتيش تقعدي مع حد قبل كده او تتخطبي قبل كده؟ انتي قلتيلي ما سبقلكيش الارتباط، بس ما كانش فيه مثلا محاولة ارتباط يعني؟ لا، دي اول مرة وافق ان انا اقعد مع حد اتعرف عليه اصلا. ده انا حظي حلو بقى ان انتي وافقتي تقابليني. بس انا ماليش ان اقابلك تاني برا ومن غير ما اهلي يعرفوا، وانا كمان افكر، ولو في نصيب تكون بتشرفنا في بيتنا، لان انا ما اقبلش ان انا اقابل حد من ورا اهلي وبره البيت. تمام يا اميرة، بس انا لسه عايز اسألك على كذا حاجة، ممكن؟ اكيد طبعا. بس انا للاسف دلوقتي لازم اروح لاني اتاخرت جدا، واستأذنت منه ومن نور ومشيت. ودي كانت محاولة مني ان يمكن مراد يجي يقابل بابا قبل سعيد اللي هيجي يوم الجمعة، يمكن اقدر الحق بيه الموقف، وكمان مخليش سعيد يجي، مع انه احتمال ضعيف جدا انه يجي قبل سعيد. لكن اهي تجربة وخلاص. وروحت البيت في ميعادي زي كل يوم، وما لقيتش بابا فيه، حمدت ربنا، ودخلت على اوضتي من سكات. وبالليل نور صاحبتي اتصلت بيا. الو، ايوه يا ميرو، اخبارك ايه؟ ازيك يا نور؟ انا تمام. بصي يا ستي، انا مراد قال لي اشوف رايك النهارده مش بكره حتى، علشان لو موافقه يجيلكم بعد بكره، لانه مسافر يوم الخميس اللي جاي، عنده شغل. ها، قلتيلي ايه رأيك؟ طب هو لحق يفكر؟ يا بنتي يفكر ايه؟ انتي اول ما مشيتي فضل يقول عليكي شعر، وقال لي عايزه اروح اقابلهم، وانا قلت اكلمك بالليل تكوني فكرتي. ها يا عروسه، ارد عليه اقول له ايه؟ طيب يا نور، ممكن بس تديني نص ساعه وارجع اكلمك؟ خلاص ماشي يا ميرو. ماما، انا عايزه احكي لك على حاجه. قولي يا اميره. وبدأت احكي لماما عن كل حاجه. ها يا ماما، ايه رأيك؟ يا ما انت كريم يا رب. انا قاعدة اصلي وادعي من الصبح ان ربنا يبعد سعيد عن طريقك، واهو ربنا استجاب لدعايا. يعني انت يا ماما شايفة ان بابا ممكن يوافق؟ اكيد هيوافق، ده احسن من سعيد يا بنتي. طيب يا ماما، تقولي له انتي ولا اقول له انا؟ ولا انا ولا انتي. انتي تدي رقمه لنور صاحبتك والعريس يكلمه بنفسه. ماشي يا ماما، هروح اكلمها واقول لها. وكلمت نور واديتها رقم بابا، بس وصيتها ان مراد جاي يتعرف عليا، واني ما قابلتوش ولا كلمته، والرقم اخده منها لما عرف منها ان ليها زميلتها في الشغل. وفعلا لقيت بالليل بابا جاي
يقولي ان في واحد قريب صاحبتي في الشغل عايز يجي يتقدم لي، وهيجي بعد بكرة اشوفه، ولو رفضت كده كده سعيد موجود. حمدت ربنا ان بابا مرفضوش، على الاقل هحس اني اخترت حاجة في حياتي مش مفروض عليا. وجه مراد عندنا في البيت. وأنا يا عمي كنت عايز أطلب إيد بنتك أميرة. أنا ما عنديش مانع يا ابني، أنت ذوق وأخلاق وخلق، لكن برضو الرأي رأي أميرة. إيه رأيك يا أميرة؟ اللي تشوفه يا بابا. على خيرة الله. بس يا مراد عايز أقولك على حاجة، إن أنا برفض خروج البنت كتير مع خطيبها، وما بحبش إن الخطوبة تطول. وكمان إحنا مستنيينك تيجي وتجيب أهلك، ونتفق على كل حاجة الأسبوع اللي جاي. أكيد طبعا يا عمي، اللي حضرتك تشوفه. إن شاء الله أنا وأهلي هنبقى موجودين هنا الخميس اللي في الأسبوع اللي جاي. والحمد لله قدرت أخلص من سعيد، ولأول مرة أشوف ابتسامة أبويا ليا، وكأن العريس ده خلاه يكون راضي عني. لكن أنا في الحقيقة كنت خايفة في الأول إني أكون بظلم مراد معايا، وكمان أنا مش هقدر أفسخ الخطوبة دي لحسن سعيد يظهر تاني. وجه مراد هو وأهله عندنا، واتفق مع بابا على كل حاجة، واللي بابا قاله انتوا تفرشوا شقتكم براحتكم، لكن الخطوبة هتكون 6 شهور بس. حسيت قد ايه أبويا بيقلل مني ومش بيعززني قدام مراد وأهله، وكأني بيعة وشروة وعايز يخلص مني وخلاص، وخصوصا إنه مش هيساعدني في جهازي. وبدأت وقتها مرحلة جديدة، ولقيت مراد قد إيه بيطمني إن كل حاجة هتعدي وإحنا مع بعض. واحدة واحدة لقيتني بنجذب ليه، وعرفت إنه مختلف فعلا، مختلف عن أبويا. ممكن اللي كان مخوفني بعد الجواز إني أتجوز ويطلع شبه أبويا وأعيد المأساة من الأول، لكن الحمد لله إن مراد طلع مختلف. وال6 شهور عدوا بسرعة، وكل حاجة كانت جاهزة، وربنا سهل فعلا كل حاجة. كنت دايما بسمع إن في الجواز والجهاز والحاجات دي بتلاقي كل حاجة بتسهل وبتتيسر. أول مرة أجربها فعلا، وأهو النهاردة فرحي. ولما شفت نور افتكرت كلمتها وهي بتقولي في بداية السنة إن ربنا بيبدأ معانا ويعوض لنا عن كل اللي قسيناه في حياتنا. وفعلا ربنا عوضني. وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم قولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.